بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليار مبروك لجماهير الزمالك، مليار مبروك للاعيبة نادي الزمالك، مليار مبروك لبيزيرة عفريت العلبة القصير المقير، السبب من أسباب بعد ربنا هو وجمهور الزمالك في تصدر نادي الزمالك المقدمة، من غير بيانات بقى ولا مراهنات ولا معرفش ايه. نادي الزمالك ماشي في طريقه، مش مركز غير ان هو يكسب، وهو ده اللي هيوصله ان ياخد الدوري لو فضل ماشي في التركيز ده. لو فضل نادي الزمالك ماشي النهارده هو بيكسب اقوى فرقة موجودة في افريقيا اللي هي بيراميدز، النهارده بيكسب وبيتلغي له هدف، واخد بال حضرتك؟ فهو ملوش دعوة بالحاجات الخارجية واللي بتحصل والمشاحنات اللي بتحصل على السوشيال ميديا، ويجي قبل الماتشات المهمة جايين رامين موضوع المشكلة بتاعت مش عارف مين وياخد الفلوس ده وهياخد فلوس، وبعد كده كان المشكلة بتاعت ايه والبيانات بتاعت ايه والاتحاد يرد ايه كل دوت هو بعيد عن الكلام ده. ودي حاجة تحسب لجون ادوار ان هو قافل على فرقته ومالهمش دعوة بكل الصراعات اللي بره دي، هم مركزين في الملعب، وعشان مركزين في الملعب ربنا النهارده بيكرمهم وبيكرمهم كرم كبير، لان بيلاعب اقوى فرقة موجودة في افريقيا، ده كلام حقيقي. والنهارده حتى التغييرات بتاعت الراجل بينزل نص الفرقة يعني اقوى من الناس اللي كانت بتلعب، سواء الفخوري، سواء اوباما، سواء مروان حمدي، الكارتي، كل دي لعيبه تقيله جدا، اسلحه معاه على الدكه. بخلاف نادي الزمالك لما جه احتاج محمد السيد، لما جه احتاج شوكوبانزا اللي هو قلب المباراه وبما يرضي ربنا. ده ما يقعدش تاني يا كابتن معتمد، قعد عبد الله السعيد ويلعب باتنين ديفندرات في الماتشات اللي جايه المهمه، اتنين ديفندرات عشان كان نص الملعب مسروق منك بسبب الاستاذ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لا بيدافع ولا بيهاجم. عبد الله السعيد كان يكسبك الشوط الاولاني في الكره اللي راح بيها كورتين، لو عملهم لناصر منسي من الاول انفرادات، هو بقى عايز يروح ويشوط، والتانيه لعبها لبزيره ورا وهو جاي مندفع، يعني بدل ما يحطها قدامه حطها له ورا. فعيد حساباتك يا كابتن في نص الملعب، عشان كان نص الملعب مسروق. لما بدات تظبط نص الملعب كسبت، اما بدات تظبط كسبت. اسيست لبزيره اول ما شوكوبانزا نزل، تحس كده ان الراجل لقى حد عدي يقعد، يا اما تقعد عدي يا اما تلعبوا راس حربه، ما تلعبوش على الطرف طول الماتش. احنا مش شايفينه لا بيدافع رخر ولا بيهاجم، وكان هو وعبد الله السعيد بصراحه سواء واحد في نص الملعب او في الضغط بتاع اللي هو قدام، كانوا بصراحه ضايعين خالص وبعاد خالص، ومخليين فرقه بيراميدز النهارده مرتاحين. هو الوحيد اللي عامل لهم قلق هو بيزيرة. وعايز اقول للحكم محمد غازي، انت حكم هايل، بس النهارده انت اديت واحده لمحمد اسماعيل في اول كره دخل على زلاكه. طب ما الراجل اللي اسمه محمد حمدي دخل 4 مرات وعمال تحذره، طلع انذار يا راجل، طلع انذار يا راجل. ده انت اول واحده لزلاكه اديت انذار لمحمد اسماعيل، عشان كده الراجل غيره وخاف لا يطرد. والتاني عمال ماسك بزيرة عمال يشيله وينكت فيه، وانت ولا كانك هنا، وانت حكم من الحكام الجيدين، بدليل ان انت بتاخد مباراه النهارده مباراه كبيره جدا وكنت هايل. بس في حاجات كده ما كنتش هايل فيها، اللي هي الحاجات بقى بتاعت لعيبه الكوره اللي احنا بنقول عليها. لو انت لعيبه الكوره على طول تدي انذار لمحمد حمدي، ده مش هيهوب تاني على بزيرة. على العموم الزمالك النهارده انا بصراحه محلوش، وبقى زمالك غير لما شوكوبانزا نزل وبدا يعمل دويتو هو وبيزيرة. بيزيرة عمل له انفراد، وبعد كده هو عمل الجون الاسيست لبيزيرة. وادي بيزيرة يا جدعان، ادي بيزيرة. هنقول ايه بقى؟ هنقول ايه تاني عليه؟ يعني قلنا مارادوني، قلنا مساوي، قلنا عفريت العلبه. مش يعني كل مره هنقول له لقب؟ يعني كل مره هنقول لقب؟ هو ده بعد ربنا وجماهير نادي الزمالك ان الزمالك ماشي بالشكل ده. النهارده بيجيب جون عالمي، بيكمل ازاي وبيقطع ازاي وهو قد كده قد كده يا جدعان. بس حاجه يعني انا بصراحه الفلوس اقسم بالله
لو فرطت فيه اقل من 20 مليون دولار يا مجلس اداره الزمالك، يبقى انتوا كده بتبيعوا النادي زي ما بعتوا النادي قبل كده. ده ما يتباعش اقل من الرقم ده. ده اهو ناس جايبه بمليارات لعيبه اقسم بالله وبيندموا. انت لعيبه اهو، حتى انت زعلانين يقول لك ب 300 مليون، ب 300 الف ولا بمليون و300 ولا يا راجل، اقسم بالله. يعني شوف اسره ده كله ذهب، يعني اسره ده كله ذهب. يعني المبلغ اللي دفع فيه اقسم بالله قليل، اللي عامله لك ده ومخليك ماشي في الصداره سواء في الدوري او في الكونفدراليه. ما انت برضه في الكونفدراليه واللي جاب الجون هناك في شباب بلوزداد. فيا ريت يا ريت تحافظوا على اللعيب ده، وما نسمعش الكلام بتاع 3 مليون دولار 5 مليون دولار 7 مليون دولار 10 مليون دولار. كل ده كلام فارغ، وربنا مش اقل من 25 مليون دولار. واللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه ما يتفرجش علينا، لان هو ده لعيب الكوره اللي بجد، هو ده اللي بيصنع الفارق بجد، هو اللي مخلي نادي الزمالك ماشي في الكونفدراليه اول لغايه دلوقتي بجد، هو اللي مخليك متصدر الدوري بجد. مش بيضحك على حد، مش لعيب هجاص ولا لعيب كذاب ولا لعيب ده بياخد الكرة وبيروح. ده مسك محمد حمدي بعد ما الحكم خوف محمد، راح بقى ياخده ويرقصه ويعدي ويخش بيه. ده عامل اسيست من بتوع مارادونا وميسي يا جدعان. يعني هنضيع كل التسجيل فيه بقى ولا ايه؟ ما نقلب بقى. مبروك يا جماهير الزمالك، مبروك يا كابتن معتمد. بس انت عشان تاخد دوري اسمع اللي بقول لك عليه. عبد الله السعيد لعيب كبير وكل حاجه، بس قعدوا جنبك. الماتشات اللي جايه دي عايزه اللعيبه اللي هي بتجري بقى، اللعيبه اللي بتعمل مجهود ويبقى لها انتاج، واخد بالك. وشكوبانزا ده ما يقعدش تاني، يقعد عدي وعبد الله. والله تاخد الدوري، تاخد الدوري. مبروك لجماهير الزمالك، وعرض لك لبيراميدز. ومش الفلوس كل حاجه، راحه البال والحب والنفسيات الصافيه هي اللي بتنفع في التوقيت ده. مبروك لجماهير الزمالك. السلام عليكم.